الاهلي في مفاوضات متقدمه جدا مع مدرب تريزيجيه السابق، المدرب التركي عبد الله افجي. مين هو عبد الله افجي؟ مسيرته التدريبيه الغريبه العجيبه، وهقول لك ليه. بس صلي على النبي الاول صلى الله عليه وسلم، واعمل لي شير وفولو ولايك ويلا بينا. المدرب عدد المباريات اللي هو دربها في مسيرته التدريبيه من سنه 2000 لحد سنه 2022 هي 647 مباراه. الراجل حقق فيهم 316 فوز، تعادل 156 مباراة، وخسر 175 مباراة بنسبة مئوية بحوالي 48%، 48 ونص، 49 يا عم. يعني في تحت المتوسط كده. الراجل بردك تعالى نتعرف على مسيرته التدريبيه اللي اغلبيتها، هي مش اغلبيتها، هي كلها داخل تركيا. الراجل ما طلعش بره حدود تركيا بربع جنيه. راجل سنة 2000 لحد سنة 2004 قعد 4 سنين مع نادي اسطنبول سبور. بدأ كمساعد مدرب، بعد كده مسك فريق الشباب، بعد كده مسك الفريق الأول وما حققش أي إنجازات مع النادي اسطنبول سبور. وهو أصلا نادي مش نادي بطولات، عشان ندي برضك الراجل حقه. بعد كده سنة 2004 لحد سنة 2005 مسك نادي جالاتا سراي، بس مسك برضك فرقة الشباب. الراجل كان مبتديها ايه، جايب السلم من تحت، ودي حاجة كويسة وحاجة ما تعبوش. بعد كده من سنة 2005 لحد سنة 2006 مسك منتخب تركيا للشباب، المنتخب الوطني للشباب التركي، وما حققش معاهم اي انجازات. بعد كده 2006 لحد 2011 5 سنين مع نادي اسطنبول بشاك شهير التركي. بعد كده مسك 2011 لحد 2013 منتخب تركيا، بس منتخب تركيا للشباب برضه. بعد كده 2006 لحد 2011 مسك نادي اسطنبول بشاك شهير. ولو لاحظت هتلاقي ان هو يمسك اسطنبول بشاك شهير ويدرب منتخب تركيا للشباب، بعد كده يمسك اسطنبول بشاك شهير، وده هيبان قدام كمان. لسه انا جاي لك، اصبر بس. بعد كده سنه 2011 لحد سنه 2013 مسك بقى، دي النقله الكبيره في مسيرته، مسك منتخب تركيا الاول ومسكهم في تصفيات كاس العالم، وبرضك ما حققش معاهم اي انجازات. بعد كده سنه 2014 لحد سنه 2019 5 سنين رجع تاني لنادي مين بقى؟ ما انا قلت لك بشاك شهير التركي. ما انا بقول لك تحس ان هو رئيس النادي بيروح ويجي عليهم، يعني تحس ان الدنيا معاه سداح مداح في النادي ده، مش عارف ليش معنى النادي ده. بعد كده سنة 2019 لحد سنة 2020 مسك نادي بشكتاش التركي، طبعا النادي الشهير، وبرضك ما حققش معاهم اي انجازات. وبعد كده مسك من سنه 2020 لحد سنه 2022 نادي طرابزون سبور التركي. وبالمناسبه بقى في الوقت ده اتمرن معاه تريزيجيه ولعب معاه تريزيجيه، ودي بقى الانجازات اللي عملها الوقت ده. خد الدوري التركي وخد 2 كاس تركيا. وبس كده يا اخويا، وقول لنا رأيك في مسيرة المدرب، وهل ده المدرب اللي بيلبي طموحات جمهور النادي الأهلي ولا لأ، ولا الأهلي بس بيجس النبض كده لحد ما يشوف الدنيا فيها إيه؟